السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل اسبونج مقاس 20. انا عملته بالفعل، هقول لكم بقى عشان عملته كتير في القناة. هقول لكم عملته ازاي. ده اسبونج بيتي. اول حاجة جبت الصينية بتاعتي، حضرتها وحطيت فيها ورقة الاسبونج. الصينية مقاس 20، طبعا بعد التجليس هتكون 22. وبدأت ان انا اجيب العجان بتاعي وافتح الفرن على درجة حرارة 180. جبت البيض من التلاجة مباشرة، حطيته في العجان بتاعي او المضرب الكهربائي ايا كان تستخدمي. 4 بيضات وعليهم معلقة من المحسن الجل برضو خارجة من التلاجة، وعليهم كيس فانيليا ومعلقة خل. ده اساسي. وكمان 100 مللي من المية، او لو هتعايري بكوباية ربع كوباية من المية. وحطيتهم في العجان وحطيت عليهم 180 جرام من الدقيق، 150 جرام من السكر، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، و20 جرام من النشا. لو انت هتعملي سبونج شوكولاتة هتشيلي 20 جرام من الدقيق وهتحطي مكانهم 20 جرام من الكاكاو، ويكون كاكاو خام درجة كويسة. انا بجيب الكاكاو الخام الاسباني. تمام. الكلام ده كله في العجان لمدة من 3 ل 4 دقايق، ما يقلوش عن كده عشان يعمل معاكي فوم حلو جدا. طبعا الفرن معاكي ساخن من قبل انت ما تشتغلي في الكيكة. خلصت اروح حاطاه في الحلة بتاعتي اللي هخبز فيها مقاس 20. تمام. هيقعد حوالي 40 دقيقة، ما تفتحيش الفرن قبل 40 دقيقة. هيطلع معاكي بالجمال ده. انا عامله واحد ابيض اهو، واحد شوكولاته، علشان انا كنت هعمل تورتايه مقاس 22. هعملها نص ونص، نص فانيليا ونص شوكولاته. لو انت هتعملي تورتايه واحده وما عندكيش شغل تاني، ابتدي ان انت تعملي في حله واحده. حطي نص الخليط وبعد كده حطي على الخليط التاني معلقه كاكاو، وابدأي ان انت اخلطيها معاه كويس وحطيه في الجزء التاني من الحله. معايا بقى قاعدة مقاس 25 عشان هحط عليها التورتاية مقاس 20. وطبعا هيكون عاملة حساب ان انا هجلسها، فهتبقى عاملة يعني هتوصل ل22. فانا بجيب القاعدة مقاس 25، هتكون حلوة قوي للتورتاية دي. تمام. حطيت شوية كريمة كده في على القاعدة عشان خاطر تمسك معايا الكيكة بتاعتي او السبونج بتاعي. بعد كده هقسم الكيك بتاعي من النص. طبعا هو مقاس 20، فانا هجيب مزورة او مسطرة كده وهقسم من النص 10 سنتي و10 سنتي. تمام. هاخد كل نص بقى ايه، احط نص من الابيض وارجع احط نص من الشوكولاتة. طبعا انا عاملة سيرب شربات خفيف، عاملة حوالي كوباية من السكر، عليهم كوباية الا ربع من المية، وعليهم عصرة ليمون. اول ما تغلي والسكر يفك كده، هبتدي ان انا ارفعه من على النار واستعمله في الكيك. مهما كان الكيك طري لازم نسقيه برضو بالشربات عشان بيدي طعم تحفة في الكيك، بيفرق جدا. بيكون طعمه شبيه للمحلات بره، يمكن احسن كمان لكن مش اقل خالص. تمام. ده اللي بيفرق، لازم نسقي الكيك بالشربات. تمام. اول حاجه بقى كده، انا جبت الكريمه بتاعتي عباره عن كوبايه من الكريم شانتيه وعليهم معلقتين من الباستر كريم، وده بيفرق جدا، بيخلي الكريمه تكون غنيه كده. لو ما عندكيش ممكن تحطي معلقه من نوتيلا البيضه، هتفرق برضو معاها جدا، ومعلقتين من السكر. طبعا ده كل الكلام ده على كوبايه ونص من الميه في الجو بتاعنا دوت. لو الجو لما يكون حر قوي هنقلل الميه لربع كوبايه، هتبقى كوبايه وربع من الميه. انا حاليا حاطه كوبايه ونص من الميه على كوبايه من الكريم شانتيه. وكوبايه الكريم شانتيه هي كفه التورتيه بتاعتي 3 طبقات تجليس وحشو. تمام. هبتدي بقى ان انا افرد كده بالاسباتيولا بتاعتي، والاسباتيولا بتاعتي دي مطلعاها من ميه سخنه، حاطه جنبي حاجه كده وحاطه فيها ميه سخنه بتغلي، احط فيها الادوات اللي انا بشتغل فيها علشان تسهل عليا الشغل. الكريمه لو عملت فراغات منك، مش هتقلبيها بالمضرب تاني بالعجان، لا بايدك كده بسباتيولا او بمعلقه وتقلبي فيها. تشغلي ايدك كده بسرعه بسرعه، هيفك معاكي الفراغات اللي بتطلع او الهواء اللي بيطلع في الكريم وانت بتجلسي. ده كده جناش فستق. هقول لكم ان شاء الله انا عملته ازاي. هعملها لكم فيديو لوحده. هو جناش ابيض عادي جدا، وبحط عليه معلقتين من الفستق. طبعا ضيفي عليها بقى ايه باقي السبريدات، اي سبريد على الجناش الابيض يديكي جناش الفستق او جناش اللوتس زي ما تحبي. تمام. الناحية التانية هحط جناش من الشوكولاتة. وطبعا ده انا عاملاه برضو في البيت، بيبقى عبارة عن كوباية من كوباية الا ربع من اللبن، وعليهم كوباية كبيرة من الشوكولاتة، تكون كبيرة جدا.
وعليهم ربع كوبايه من الكريم الشانتيه، وكمان 3 معالق من الزيت. بحط السوائل دي كلها كده على النار، وكمان حاطه وده اختياري، بتحطي نسكافيه بلاك، معلقه كده نسكافيه بلاك، وده اختياري بس انا بحبها عشان بتدي غناوه كده للشوكولاته. تمام. النسكافيه والكريم شانتيه والزيت واللبن على البوتاجاز، اول ما يغلي نحط عليه الشوكولاته، وكده تمام جدا، ما فيش اي مشكله. مجرد ما الشوكولاته ما تسيح برفعه من على البوتاجاز واسيبه بقى يبرد واشتغل بيه. حابه ان انا اصب بيه التورته بتاعتي، فاول ما يبرد هبتدي ان انا اصب. حابه ان انا اعمل منه روزيتات، هستنى شويه وادخله التلاجة لحد ما يجمل ويتقل معايا، وبعد كده استعمله روزيتات عادي جدا. هبتدي بقى ان انا عملت 3 طبقات اهو، دي كده اخر طبقه. تمام. هبتدي بقى ان انا اجلس. طبعا الكريمه كانت عملت فراغات معايا، فبدات ان انا اعمل كده باسباتولا بايدي مش بالمضرب، عشان خاطر يخرج كل الهواء اللي في الكريم بتاعي. ابتدي بقى ان انا اجلسها. برضو الاسباتولا بقول لكم اسباتولا مخرجاها من الميه سخنه جدا، عشان خاطر اقدر ان انا اشتغل بيها. الموضوع سهل جدا وبسيط ومش مكلف خالص. تقدري تعملي التورتايه دي في البيت بمنتهى السهوله، بقت حاجة عادية جدا. يعني التورتة الأول كان نخاف نعمل ولا مش تطلع زي بره، لا الموضوع سهل جدا وبسيط وبيطلع كمان أحلى من اللي بره. حاولي كده جربي، هتلاقي معاكي الموضوع جميل جدا. تمام. هبتدي بقى ان انا اجلس التورته بتاعتي زي انتوا شايفين كده برضو بالكيس. عندك كيس حلواني تمام مفيش اي مشكله، ما عندكيش كيس حلواني كيس تلاجة. انا مستعمله كيس تلاجة عشان الكيس الحلواني ما كانش موجود عندي. شايفين بقى لما بحط الاسباتيولا في الميه السخنه بتفرد معايا بسرعه ازاي، وكمان مفرغه الهواء من الكريمه بتاعتي كويس جدا باسباتيولا عاديه مش بالمضرب. المضرب هيسيب فيها هواء. تمام. باسباتيولا او معلقه اكل عاديه خالص جدا ابداي ان انت قلبي في الكريم كتير جدا. وطبعا معايا برضو الاسباتولا ديت، بعد ما بعمل بيه الاسباتولا الطويله بعمل بيه ديت بتاعه التورت برضو. وبعد كده انا عايزاها اللي هي بالناحيه السنون دي، فبروح برضو عايده عليها تاني. وكل ده يا جماعه في الميه السخنه جنبي حله كده حاطه فيها كل الادوات دي، ميه سخنه بتغلي، واروح حاطه فيها الكلام ده كله. تمام. هبتدي برضو من فوق اعمل كده شكل برضو بالمشط، علشان خاطر انا مش هحط عليها حاجة خالص. يعني الابيض ده مش هحط عليه مش هزين، يعني مش هملى الوش من فوق، لا هسيبه كده. تمام. فهبتدي ان انا اعملها بالمشط عشان خاطر يكون شكلها حلو. طبعا اللي خرج كده بالسباتيولا عادي جدا هطلعه على فوق زي انتم هتشوفوا كده. هحاول ان انا اشيله واظبط الوش. تمام. الناحية التانية برضو هروح عاملة بقى ايه الشوكولاتة، برضو حاطة الشوكولاتة، بس الشوكولاتة مش هعملها بالمشط، هسيبها كده لان انا اصلا هغطيها بالجناش. الجناش برد معايا، حطيته في كيس عشان يسهل عليا. عملت ايه بقى؟ طبعا التورتيه دي نصين مقسومين. تمام. فانا مش هينفع ان انا اشيلها من على القاعده بتاعتها وارجع احطها مثلا على شبكه وافضي عليها الشوكولاته بتاعتي، وفي نفس الوقت مش عايزه ابهدل القاعده اللي انا حاطه عليها الشوكولاته. فانا رحت حاطه اكياس كده لازقاها في على القاعده من تحت، بحيث ان الشوكولاته الزياده اللي تنزل عليها واقدر ان انا اسحبها بكل سهوله، وكمان ارجع استعمل الجناش اللي هينزل ده تاني. زي انتم ما شايفين كده كيس فتحته نصين وقطعته على 4. تمام. كل نص على 4. وبعد كده رحت حطاهم بقى ايه حوالين النص بتاعي اللي انا هصب عليه الشوكولاته. وهصب الشوكولاته براحتي جدا، وكانت عايزه الشوكولاته فيها كتير فانا صبيت بضمير الشوكولاته. والباقي يعني هخبطها كده هينزل كل الزوايد اللي فيها هتنزل. وطبعا انا سايبه الجناش الشوكولاته لما برد تماما وحطيته في كيس علشان خاطر ان انا اعرف اوزعه بسهوله. وكده غطى التورتايه، والتورتايه مش باين منها الكريمه نهائي، عشان التورتايه انا كنت مدخلاها التلاجة سقعت كويس جدا، وحطيت كمان عليها الجناش بارد. تمام. بصوا الجناش لما قعد بقى تقيل ازاي، ولما يقعد هيتقل اكتر، لما تدخلوه التلاجة هيجمد اكتر، وهتقدروا تعملوا منها روزيتات لو حابين. تمام. بصوا بكل سهولة بشيل الاكياس. ادي اول حتة اهي، ان انا قلت لكم قطعه الكيس على 4. تمام. وادي حتة اهي، وابدأ بقى ان انا اشيل ايه كله كده بالشكل ده. طبعا في النهاية رحت حاطة مربى حليب على الجزء الابيض،
وحبات كده من الفستق بسيطة، وواحدة رافاييلو اللي هي المصري رولانا. تمام. والناحية التانية برضو 2 ويفر، وبرضو واحدة من رولانا. وخلاص كده. ومن تحت عندي الشوكولاتة حطيت شوية مكسرات فرماهم. التورتاية في منتهى الجمال وطعمها تحفة جدا، وبسيطة ما فيهاش شغل جامد. تقدروا تعملوها لولادكم، تعملوها وتاخدوها لأي حد من صحابكم كهدية، تضيفيها تطلعيها للمشروع بتاعك. وده كده كان الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم.